أنا أعرف حالة وأعرف صاحبها، سائق يعمل في مؤسسة، وهذه المؤسسة مؤسسة بترول، عندهم تريلات يجيبون البترول في المحطات. غلق 2 بعدين جاء عند سيدة وقال أنا خلاص غلقت 2 أبغى أروح أهلي. قال لي ما عندنا سواق ذا الحين وبيجينا سواق، أصبر شوية، شهر 2 ودق به إلى 2 ثانية. بعدين جاء ذاك اليوم عنده قال يا بابا أنا خلاص 4 سنوات، أنا رجال، أنا أبغى زوجتي، أنا أبغى أشوف أولادي قبل الموت، خليني أمشي. قال خلاص كمان 2 يبغى كمان يدق 4 سنة. ليش؟ قال علشان لا أسوي له تذاكر ولا يرجع ولا. سبحان الله، ما في رحمة، ما في إيمان، ما في خوف من الله. العامل هذا صبر بعدين راح السائق أخذ التريلا، هذه التريلا كبيرة أظنها ب700,000 ريال، وجابها إلى ذيك الدهديرة في عقبة من العقائب هناك، نعم، وقفها وأنه ينزل وفك الجلنط وهرولي، نعم، وأنه يتصل بالتلفون قال بابا سيارة في مشكلة، في حادث، أنا نزلت وراحت. جاء والله حققوا وجدوها، والله ما لقوا منها مسمار واحد، وين هي؟ قد كسار في كل شعب. بعدين لما راح قال ها تبغى إجازة الحين؟ قال لي والله أبغى إجازة. راح إجازة، يوم قدوا هناك فإنه يرسل له رسالة، قال ترى أنا اللي رميت السيارة من الهواء، طلبتك إجازة 2 وأنت تقول لي شهرين، يوم جيتك أخرجت كمان 4 سنوات. أنا حطيتها وأنا فكيتها، تبغى تشتكيني تعال في بلدي اشتكيني، والله أذبحك بالسكين، يقولها كذا في الورقة. قال الله يقلعك، أنت ذبحك، لا نجيك ولا تجينا. فلا تظلم السائق ولا تظلم العامل ولا تظلم أحد، لأن الله لن يجعل في حياتك بركة إذا ظلمت. أيضا ظلم العمال بصفة عامة من قبل المؤسسات، ظلمهم بتأخير رواتبهم، ظلمهم بالمشقة عليهم، ظلمهم بالإهانة. هذا عامل عندك لكنه إنسان ترى، وله كرامته وله يعني مكانته حتى في بلده. لا تدعيه يا فلان بجنسيته لا يا أخي، قل يا أخي. نعم، إذا شفت عنده مشكلة حلها، هو في مصيبة تعاون معه، عنده عزاء خله يسافر، إذا غلق مدة العقد اللي بينك وبينه خله يمشي، لا تأخره، لا تفرض عليه يعني قيود، لأنه مثلك إنسان. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.